طبق اليوم بتاعنا النهارده هو بانيه. هعمل جنب منه بقى مكرونه اسباجيتي، وحط عليها ربع كيلو مكرونه عقل. وهعمل بدنجان كوبي، عندي بدنجانتين اهمت، هعملهم بالخل والثوم طريقه جديده. حبايبي دلوقتي انا خرجت بصلتين. انا النهارده هدبل البانيه في بصل، مش هدبله بحاجه تانية غير في بصل. معايا اهو، معايا شويه كركم، معايا توابل مشكله، معايا فلفل اسود اهو، هحطهم هنا. كمان عصرة ليمونة اهي، كمان معلقة ملح. البانيه مغسول ونضيف اهو. هقلبه كله مع بعضه كده، كله يتفاعل مع بعضه اهو. هغطيه نص ساعة كده وبعدين ارجع لكم تاني. انا عاملة طماطم تسبيكة مكرونة بالثوم، فانا خرطت قرن فلفل اهو، هشوحه شوية وهنزل عليه الطماطم. الطماطم اهو تسبيكة المكرونة اهي. احط عليها بقى نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة ناشفة اهو. هسيبها بقى لما تتسبك كويس، بعد كده ارجع لكم. فت المكرونة اهو، لازم تحطوا عليها معلقة زيت علشان تتنها مفرفرة وما ما تتمسكش في بعضها. قلبت الطماطم هي على المكرونة اهو قدامكم اهي. هغطي عليها بقى واسيبها 3 دقايق كده تتسبك شوية مع الطماطم. دلوقتي انا حطيت هنا في البقسماط اهو، حطيت عليه معلقتين دقيق. فهحط بقى البهارات دلوقتي بتاعته. شويه كزبره، شويه توم باودر، شويه بصل باودر، شويه فلفل، هحطهم هنا اهو. انا عشان ما عنديش لبن عملت كله بيض. البانيه اهي هنزلها هنا في البيض كده اهو، واروح فيها بها فين اهي على البقسماط اهو اهو اهو، واضغط اهو. ادي البانيه قدامكم اهو اهو، دي المكرونه. فما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له متابعه للقناه وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد انا بقدمه لكم. واشوفكم بكره على خير.